لسه ضايع شوي. بعد دراسة وتعب وهمي نجحنا نحنا يا عمي، والليلة راح تحلى اللمي وتقولوا ألف مبروك ومبروك وألف مبروك. ايه رأيكم؟ حسيتوا بيه لما سمعت الفيديو؟ بجد والله حسيتوا بيه لما سمعت الفيديو ده؟ احساس حلو صح؟ احساس كلنا عايزين يعني في اليوم ده نكون زيه. طب ايه؟ مش هانت بقى؟ مش هانت تشد حيلك شوية؟ مش هانت تيجي على نفسك شوية؟ كتير من الطلاب عبد الرحمن انا مراكم كتير قوي. عبد الرحمن انا مش عارف اعمل ايه في المواد. عبد الرحمن انا ما بداتش في مادتين. ليه يا حبيبي ما بداتش في مادتين؟ ليه ما فتحتش في مادتين اصلا؟ ازاي عدى عليك الوقت ده كله وانت فتحتش؟ واحد تاني يجي يقول لي يا عبد الرحمن انا مش عارف اعمل ايه، انا زهقت، انا خلاص انا هاجل. اكتر قرار بيجي في الطلاب الفتره دي انهم ياجلوا. طب تاجل ليه يا ابني؟ مثلا حسن مش هجيب مجموع. طب ما تيجي على نفسك. ما هو الشيطان يا حبيبي يوسوس لك. الشيطان بيوسوس لك في الفتره دي يقول لك اجل يا ابني، اجل السنه الجايه هتجيب، السنه الجايه هتبقى احلى، السنه الجايه. في الاخر والله في ناس اللي هي مثلا منتظمه من اول السنه وعارفه اللي هي هتاجل عشان تشيل المواد. يعني مثلا بتوع الازهر مثلا عندهم مواد كتير، يقول لك هاخد مثلا المواد الشرعيه مع العربي مع شويه مثلا مادتين ونسيب من الكيمياء والفيزياء والرياضه في السنه الجايه. هو مرتب كده من اول السنه، ما فيش مشكله، خليه هو عارف مصلحته. بيجيب مجموع والله بيجيب. في ناس بقى اللي هي مش بتجيب، الناس اللي هي بتيجي فجاه كده وتقول لك ايه انا هاجل السنه. فانا بتكلم في النقطه دي. انت كنت فين من اول سنه طبعا انت عايز تاجل وانا مش معاك في قرار التاجيل. ابن هانت. شفت الفيديو من شويه؟ شفت الاحساس اللي جالك كويس؟ شفته صح؟ حاسس بيه؟ ايه مش هتحقق؟ مش عايز تبقى في يوم من الايام كده ولا عايز تبقى حاجه تانية؟ قرارك انت، والقرار في ايدك انت دلوقتي مش في ايدي انا جاي بقول لك يا ابني والله هاني. خلاص كلها ايام، كلها ايام وانا معاكم من النهارده لغايه اخر يوم الامتحان. ما تقلقوش من اي حاجه، كل حاجه معاكم فيها ملخصات، شرح، تنظيم وقت، واكد تاني على التنظيم وقت، متابعه يوميه محدش بيعملها، متابعه يوميه بكلمك. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني بجد غير اللي انت تسعى وغير اللي انت تعمل؟ فما عليك الا السعي واجتهد، لان قسم بالله الايام دي عمرها ما هتتعوض تاني ولا هتيجي. الدقيقه اللي بتعدي عليك والله لو ما استغلتهاش صح لا تندم طول حياتك. هندم والله بقول لك لا تندم طول حياتك لو ما استغليت الفتره دي صح، وبالذات فتره قبل العيد. لان انت داخل عليك عيد وانتوا عارفين معنى كلمه داخلين العيد بيبقى عامل ازاي والبيوت عامله ازاي ما شاء الله، وانت راح تعيد بقى وسايب للثانويه سواء كنت عام او ازهر. اضغط على نفسك الفتره دي كلها ايام، اضغط على نفسك فيها قبل العيد. حاول لم كم كبير وانا معاكم بساعدك والله مفيش مشكله، انا معاكم كلكم. حاول لم كم كبير علشان في العيد لو ريحت يومين وده كتير. المفروض ما تريحش اصلا في العيد. اللي يقول لك ريح ده بيضحك عليك. بس بقول لك لو قدر الله ريحت لان كتير هيريح وانا عارف. لو جيت قلت لك ما تريحش وذاكر انت مش عايزنا نفرح وده عيد واحنا داخلين يا عم انت داخل على امتحانات. داخل على امتحانات ثانويه. انت عارف يعني ايه ثانويه يا صديقي؟ انت عارف يعني ايه ثانويه؟ انا مش هتكلم. بس بجد الفرصه دي لو استغلتها صح والله لا تنقلك نقله تانية. عبد الرحمن ما كنتش بذاكر كويس، استغل الفرصه دي. عبد الرحمن انا ما فتحتش ماده، استغل الفرصه دي. عبد الرحمن انا مش عارف انظم وقتي، كلمني واستغل الفرصه دي. كونك اللي انت يعني ناس كتير بيخش يكلمني وزعلانين ويعيطوا وعبد الرحمن هنأجل عبد الرحمن وعبد الرحمن. ليه؟ ليه بتسيب الشيطان ان هو يوصلك للدرجه دي؟ وليه بتسيب الشيطان ان هو يقعد يوسوس لك اصلا؟ ليه؟ انت مش قدها؟ ما انت لو ما كنتش قدها كنت سبتها يا ابني من الاول. لكن ربنا حطك في المكان ده، ربنا حطك في المكان ده فعارف اللي انت قدها. فاشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك واتعب بجد.
لو ما تعبتش دلوقتي هتتعب امتى؟ وايه اللي فيها ما تتعب؟ ما تتعب يا حبيبي انت وهو. عايزين نجاح من غير تعب ازاي؟ ازاي انت عايز توصل وتبقى دكتور او مهندس او مستشار او من غير تعب؟ امال هتنجح ازاي؟ امال هتحس بطعم النجاح ذات نفسه ازاي يا حبيبي؟ ما انت لازم تتعب، فلما تتعب هتحس بالنجاح. بالنسبة للناس المراكمة كتير، الناس اللي حاسة بتشتت، حاسة عندها إرهاق كبير جدا، الناس اللي بمعنى كلمة فاصلة خالص، دول يتابعوني كلموني وأنا معاهم، وما يقلقوش من حاجة والله. أنا بمشي معاهم بنظام معين غير الناس التانية. أنا معايا ناس خلصت المراجعة 3 مرات، 3 مرات خلصوا مراجعة المواد كلها، المواد كلها عبده، المواد كلها مش هقول لك مادة، ليه؟ عشان هو قادر وعارف اللي هو هيقدر يعمل وعملها، مش مرة ولا 2، خلصها 3 مرات. طب عبد الرحمن أنا أقدر؟ والله تقدر، والله تقدر، بس أنت لو استغلتها. والله تقدر لو أنت قفلت على نفسك الأوضة وقعدت تذاكر، تقدر. بس شد على نفسك وقف وقفة راجل، شد على نفسك شوية الفترة دي وقول أنا هقدر أعمل كده، سواء كنت علمي علوم أو علمي رياضة، والله هتقدر. وأنا طبعا مش هطول عليكم، لو محتاجين أي حاجة أنا معاكم. وآخر نصيحة أقولها لكم يا جدعان، استغلوا الفرصة دي يا شباب ويا بنات، بجد استغلوا الفرصة دي، بالذات الأيام اللي احنا فيها دي، شهر 5. والله والله احنا بقينا في نص 5، والله ما هتتكرر تاني. والله يا ابني الفترة دي لو عدت عليك عمرها ما هترجع. هتخلص عيد هتلاقي نفسك لابس في امتحان. طب انا كنت فين؟ الله يرحمه. طب انا هراجع؟ فيش وقت يا حبيبي تراجع ايه؟ طب انا هنحل امتحانات؟ والله ما فيها يا حبيبي. عشان كده انا من اول نص 4 وانا عمال اقول لكم حلوا امتحانات، حلوا امتحانات، حلوا امتحانات، شباب حلوا امتحانات، عود ايدك على الامتحان. طب يا عبد انا مش مذاكر يا عم، راجع الباب الاول وحل عليه، مفيش حاجه اسمها انت مش مذاكر، راجع وحل واعمل. اهم حاجه الفتره دي حل امتحانات، حل امتحانات يا عبد الرحمن، والله حل امتحان، حل امتحانات هيخليك تخش الامتحان وتقفل الامتحان، مش المذاكره هتخليك تقفل. ايه ده المذاكره مش مهمه يا حبيبي؟ ما انت هتذاكر، ما انت لازم تذاكر عشان تحل. فانت بتذاكر وبتفكر نفسك بالمنهج عن طريق الحل، وبتنشط دماغك، المنهج فيه اسئله كتير بجد. لو حليت كم كبير بالذات الفتره دي، والله والله لا تخش وانت حاطط رجل على رجل في الامتحان ومش اقل من حاجه. تمام. وباذن الله انا هنزل لكم فيديو هشرح لكم فيه ازاي تذاكروا كيمياء لو انت ما فتحتش خالص، ازاي تذاكر فيزياء لو انت ما فتحتش خالص، ازاي تعرف تحل، ازاي تنظم وقتك هشرحها لكم تاني. كل ده هيتشرح لك باذن الله الفتره الجايه في فيديوهات لا تقل عن دقيقتين 3، مش هكتر عليكم لان وقتكم طبعا مهم. ولو في اي حاجه او في اي تعليق في اي حاجه ممكن تكتبوها لي وانا هشوفها ان شاء الله. ونراكم قريبا يا دكاتره مهندسين، واثق فيكم، ما تخيبوش ثقتي لان انا عارف ان انتوا قدها. بالتوفيق يا دكاتره.